ماتش بعنوان الحمد لله انه خلص. في البداية مبروك طبعا لمنتخب مصر وكل المصريين الصعود رسميا لنهائيات كأس أفريقيا المقامة في المغرب 2025. منتخب مصر حقق العلامة الكاملة لحد الآن 12 بونت من 4 مباريات. أحلى حاجة ممكن تتكلم عليها في ماتش النهاردة هو جون إبراهيم عادل. ايه يا ابني الجون ده؟ جون زي ده احنا ما بنشوفش زيه يا جماعة عندنا في الكرة المصرية كتير. جون من قبل خط نص الملعب بتاع موريتانيا عشان ابراهيم عادل يلمح حارس المرمى متقدم ويبعتها له حرفيا يقول له ودي. جون ما شاء الله عليه، عالمي يا ابراهيم يا عادل، عالمي عالمي عالمي. طبعا النهارده هنفرح، النهارده مبروك لمنتخبنا، مبروك الصعود، مبروك الحصول على العلامه الكامله من 4 مباريات. لسه فاضل لنا ماتشين، مش مهم النتيجه فيهم، ممكن بقى في الماتشين دول تجرب وجوه جديده، تصعد ناس جديده تلعب في المنتخب. ماتشين زي ما يقال في الكوره كده، يعني ايه، تحصيل حاصل. انت حصلت على 12 بونت، ضمنت وصولك لنهائيات كاس الافريقيه المقامه في المغرب، فانت ما محتاج ان انت تجرب لعيبه جديده الفتره اللي جايه. بس الخطه اللي حضرتك لعبت بيها مش وقت كلام عليها، لان انت كنت رايح مش عايز تخسر، عايز تتعادل او يجي لك كره زي بتاعت ابراهيم عادل تلعب بيها تجيب بيها جون تضمن الصعود، لان بونت واحد كان ضمن لك الصعود. في النهايه الف مبروك لمنتخبنا، وان شاء الله اللي جاي اقوى.